اممم يا سلام، راح تدعوا لي جربوها. اليوم بدي أسوي زربيان عدني، وصفة المميزة. خليكم معي. البداية بدي أجيب بصل، بدي أقطعه جوليان أجنحة ناعم، بدي أقليه لون ذهبي غامق. بعد ما يتقلى بدي أشيله وأحطه هيك على جنب جنب الشباك عبين ما يتنشف. بدي أخلي نصه للصوص ونصه للرز. بدي كمان 4 5 حبات بطاطا، بدي أقشرهم وأقطعهم مكعبات. بدي أقليهم 50% لحد ما ياخدوا شوية لون هيك. للتبلة هون بدنا لبن زبادي، 4 سنون توم، بدنا نص البصل المقلي، على رشة ملح، بابريكا حلوة، على فلفل أسود، على زنجبيل، على كركم، على كمون، على قرفة، على شوية كاري، على شوية محلب. بننزل عليهم مي، نضربهم مع بعض، وهذا هو المطلوب. نيجي على الطنجرة بننزل فيها شوية زيت، بنقلب الدجاج. طبعا غسلته ونظفته وشلت منه الجلد، ضروري نشيل منه الجلد. بنجيب البطاطا، بنحطهم مع بعض، بنقلبهم، نحط عليهم الصوص، نتركهم تقريبا 30 دقيقة. أول 10 دقايق بقلبهم مع بعض، بعدين بوطي النار. بدي أجي للرز، نفس الزيت اللي قلت فيه البصل والبطاطا عشان تعطي نكهة بحط منه. بدي أجيب مي سخنة ومطيبات. أول شيء حب قرنفل، عيدان قرفة، إذا في ورق غار. ننزل مي سخنة ورشة ملح، وبخلي المي إلى تغلي، وبجيب الرز مغسول فقط. بخليه تقريبا 80%، يعني تقريبا 8 9 دقايق. طبعا الكزبرة هون ضرورية، راح تعطي نكهة مش طبيعية. يعني بعد ما خلصنا من الدجاج واستوى تمام، بنجيب البصل، بنرش رشة بصل، ونجيب الرز، بنحط الرز برضه كذلك، بنحط كمان رشة بصل فوق الباقيات، بنجيب رشة الكزبرة، بنعطيها هيك لفة، وراح تعطيك نكهة طبيعية مش طبيعية. كيف يعني طبيعي مش طبيعي؟ بدنا هون صبغة طعام أصفر، نعطيها خطين هيك 3، بنغطيها، بنسيبها 10 دقايق، بنكون مولعين فحمة. أنا نسيت أحكي لكم موضوع قشر البصل. وقشر البصل يا سلام، حط قشر البصل، رد علي بس، حط قشر البصل، أعطيها شوية زيت، بنغطيها، سيبها بس 10 دقايق كمان. هيك صرنا 30 دقيقة. وتعالوا لهون، يا سلام يا سلام يا سلام، يا عيني يا عيني. بسم الله. مم. يا سلام، راح تدعوا لي جربوها. باين تاكل مع الأولاد ما بزبطش تاكل لحد. اكتبوا لي بالكومنتات ايش الوصفة الجاي. سلام.